السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رورو بطة وغيداء للمرة التانية. النهاردة مش هنضحك ولا هنلعب. النهاردة هنحكي عن أصعب يوم مر على الأمة كلها. يوم ما مات سيد محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا وأختي هنحكي، هي مش أختي معرفينكم يعني، احنا هنحكي سوا عشان نحبه أكتر. الأول نصلي عليه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. كان في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم تعب شديد. كان عنده درجة حرارة عالية جدا، لدرجة ان الصحابة كانوا بيقولوا ان هما كانوا بيحسوا بالحرارة دي من فوق الغطا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتألم ليه؟ عشان ياخد أجر الشهداء وعشان يحس بينا لما نتعب. تعالي بقى أسألك سؤال زي كل مرة بسأل فيها أكيد أنا مش هسيب حد غير لما أسأل. يا حبيبتي، هو لو صلى الله عليه وسلم كان النبي تعبان، تتخيلي كان بيقول ايه في الوقت ده؟ هو كان بيقول لا إله إلا الله، الموت ليه سكرات، إن الموت لسكرات. صح، حتى هو بيتألم كان بيذكر ربنا. تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام حس انه خف شوية، فقالوا له صحابة ما تبص يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما تيجي تصلي بينا. فقالوا له صلي بينا يا رسول الله. فطلع واستند على سيدنا أبو بكر الصديق وعليه، وعشان هو ما كانش قادر يمشي لوحده صلى الله عليه وسلم. فدخل المسجد والصحابة وكل الناس كانوا مبسوطين وفرحانين وصفوه. فبص لهم وابتسم ابتسامة أخيرة وكأنه بيودعهم. تفتكري بقى الصحابة كانوا حاسين بإيه وهم شايفينه تعبان كده؟ كانوا زعلانين وخايفين عليه جدا. صح، لأن هما بيحبوه أكتر من نفسه. وهو في بيته صلى الله عليه وسلم على فراش الموت كان بيغمى عليه من التعب وبيفوق. واول ما يفوق كان كلمه واحده بس اللي بيقولها، عارفه هي ايه؟ كان بيقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. فضل يكررها لحد اخر لحظه. يعني تخيلي اخر حاجه شغلت بال النبي وهو حتى هو بيموت انتوا بتصلوا. مش دي تكسفنا صح؟ اه يعني هو بيموت وبيفكر فينا اننا نصلي. صح، فالعهد اللي بيننا وبينه ان احنا نحافظ على الصلاه. كان صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة كان في حضن السيدة عائشة رضي الله عنها. دخل عليه سيدنا عبد الرحمن ومعاه سواك، فبص فالنبي صلى الله عليه وسلم بص للسواك، فسيدة عائشة فهمت انه هو عايزه فطرته له فاستجبي. وبعد كده رفع ايده للسماء وقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وسقطت أيديه صلى الله عليه وسلم ومات. مات سيد الخلق حبيب ربنا. حاسة بإيه دلوقتي؟ زعلانة قوي، نفسي اشوف. طبعا كلنا زعلانين نفسنا نشوف، اللهم اجمعنا بيه في الجنه. سيدنا عمر بن الخطاب اول ما سمع الخبر الكذب، النبي ما راحش، كان مش مصدقه، مش ما كانش مصدق ان هو مات من الحب، لحد ما سيدنا ابو بكر الصديق دخل عليه وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وباسه من دماغه وقال له جمله. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فاحنا النهارده بنعيط عشان بنحبه عليه الصلاة والسلام، بس هو سابنا ووصانا تركت فيكم كتاب الله وسنتي. تمام؟ فلو بنحبه بجد نصلي عليه في الكومنتات ونتمسك بسنته. واللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك. و باي باي. اللهم استعملها وتسدنا سمعكم ورحمة الله وبركاته.